عثرت على 8000 دولار؟ نعم. هل رأيت 8000 دولار من قبل؟ اليوم فقط. أيدن رايت يبلغ من العمر 7 أعوام. قيل له دائما أن يفعل الصواب، إلا أن الاختبار الحقيقي لشخصيته كان يوم السبت حين عثر على 8000 دولار في هذه الحديقة في سالم. نزلت على المزلقة ونظرت إلى الزاوية فوجدت دفتر الشيكات الأسود هذا، وحين فتحته وجدت فيه 8000 دولار، فأخذته فورا وأعطيته لعمي. وفيما كان البعض سيتردد على الأرجح، لم يتردد أيدن وعمه، أخذا النقود فورا وتوجها إلى الشرطة، وتبين أن المبلغ يعود للياس سانتوس، وهو مقاول يعمل بجد. أنا ممتن جدا لأنه لم يعد هناك أشخاص من هذا النوع. كان الياس يضع النقود في جيبه فيما كان يلعب مع أولاده في الحديقة، ويبدو أنها سقطت من جيبه حين كان على المزلقة دون أن ينتبه لذلك. تفاجأت حين اتصلت بي الشرطة. ويقول الملازم ماثيو ديسموند من شرطة سالم أن الضابط سأله إذا ما كان قد فقد شيئا أو تعرض للسرقة، فتفقد جيبه فورا وقال لقد فقدت 8000 دولار. كان سعيدا جدا وأعطاني هذه. ولكي يشكر أيدن على نزاهته أعطاه الياس 100 دولار. إنهم يعتبرونك بطلا، هل تعرف ذلك؟ رائع. في حين تقول إيلين رايت والدة أيدن: علمناه منذ اليوم الأول أن يفعل الصواب، وقد برهن أنه تعلم الدرس جيدا. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. درس يجب أن نتعلمه جميعا.